الإنساني، بل احنا مهددين باستبدال عرقي. هذا مخطط غليرجي لاستبدال العرق المغربي. السلام عليكم خوتي، كي راكم؟ هيا لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو تاع اليوم غادي نتكلموا على التغيير العرقي في المروك. هذه ماهيش خير من اليوم، راهي قديمه، ولكن الاسابيع اللي فاتت راهم كلي طورت الاوضاع في المروك. عندها تقريبا سنه في مواقع التواصل الاجتماعي في المروك اشتعلت. رفضت، كان فئة اللي رفضت زواج المغربيات بالأفارقة، وكان فئة واحدة أخرى اللي عادي قبلت نورمال عادي. وخاصة السنغاليين هما اللي راهم بقوة في المروك، هما اللي راهم يتزوجوا بزاف بالمغربيات. والفئة اللي رفضت قالت لك هما اعتبروا هذا الزواج بالسنغاليين تهديدا للهوية المغربية. نخليكم مع هذا الفيديو واعطونا رأيكم. الصورة اللي راكم تشوفوها مورايا صيفطوها لي اخوة مناضلين توانسة اللي كنحييهم، اللي هم يناضلون ضد الاستيطان الايجيسي. الناس اللي ما عارفينش واش هو الاستيطان الايجيسي، ننصحكم تقراو بالفرنسية او الانجليزية كتاب كاليرجي كودنهوف والاستبدال العرقي. فمظاهرة اليوم في الرباط من حبشيين اللي دخلوا بطريقة غير شرعية للمغرب، يطالبون أن يكون عندهم الحق في الاستيطان بطريقة شرعية والسكن ثم العيش الكريم، علما أن غير البارح طاحت عمارة عمرة ناس في فاس وماتوا فيها بزاف ديال الناس، وتعازينا الحارة الإخوة ديالنا اللي في فاس. فخوتي بالجزائر المحتل اللي يسميونا الناس ديال الشرق، اليوم ما رحناش مهددين من الاحتلال غير من النطاق السياسي الاقتصادي الانساني، بل احنا مهددين باستبدال عرقي. وهاد الهضره هذه تقدروا تاكدوا منها من الخطاب ديال ازولاي اللي راه كاين في يوتيوب، وغادي نولي نبارطاجيه لكم في القناه على يوتيوب اللي تلقاوها في الرابط تحت بروفيل ديال هذا التيك توك. وحتى محمد السادس كان هضر في القمه الافريقيه سنه 2015 الا مانيش غلطه، جو بونس 2015، كان قال باللي غادي يجعل ان هاد الناس هادو يجيو يندمجوا مع المغاربه، وهي في الحقيقه هذا مخطط غليرجي لاستبدال العرق المغربي. وحنا خوتنا ما دامنا تحت الاحتلال المغربي العلوي فغادي يطبق علينا هذا المخطط، عكس لو كان كنا تحت الحكم الجزائري. راه الفيزا وكل واحد يعني بالارض ديالو السلاليه، وحتى واحد ما غادي يجي يدير عندك هاد المظاهرات اللي تندس مور جمعيات سوروس. اصلا في الجزائر راه حتى واحد ما كيشري ارض ديال الجزائري، يعني الجزائر للجزائري.